إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني من زمان ما صورتش، فنرجع تاني نعمل فيديوهات. يا رب وفقنا وكرمنا ان شاء الله. طبعا بشكر كل الناس اللي دخلت عند القناة جديد، شكرا جدا ليكم. واتمنى القناة تكبر واكمل الشروط بتاع اليوتيوب اللي انا اصلا يجيلي يعتبر كده سنة ولسه ما كملتهاش، قاعد لي بالظبط شهرين واكمل سنة، فان شاء الله ربنا يوفقني واكمل الشروط. هعمل النهارده معاكم فيديو ان شاء الله يعجبكم. هعمل معاكم رز معمر، رز الفلاحي وارانب، وطبعا شويه ملوخيه بالارانب. تمام، فان شاء الله يعجبوكم والطريقه تعجبكم. زي ما انتوا شفتوا كده، طبعا الارانب انا غسلتها معاكم قبل كده، لو انتوا ما شفتوش الفيديو شوفوه. بصوا، طبعا الارانب لازم انا مغسلها بدقيق، وبعد كده اغسلها بملح وشوية بودرة جنزبيل وتدعكم كويس، وبعد كده تغسلوهم من المية. ان شاء الله تبقى معاكم حلوة وما فيهاش ولا ريحة زفرة ولا اي حاجة. تمام. انا شفتوا زي ما شفتوا معايا كده. حطيت مية وحطيت معاهم مخلط طماطم، عصير طماطم، وقطع بصلة، وعندي توابل اللي هي زي 7 بهارات. طبعا انا عاملاهم في البيت، وممكن تحط رشة فلفل اسود. تمام ماشي. واول ما المية تغلي كويس نروح نحط الارانب. تمام، ونسيبها بقى تستوي مع بعض، أو تغلي شوية، وبعد كده نهدي عليها النار. تمام، وبعد كده نعمل الرز. بصوا الرز، اول حاجة لازم تسخن اللبن كويس وتسخن الطاجن. وبعد كده بقى غسلت، انا سخنت اللبن وسخنت الطاجن على البوتاجاز. وطبعا لما تحطها على البوتاجاز ما تعليش النار، عشان ممكن يفرقع وكده. وما تحطوش وهو في ميه، يعني تصفيه لو مثلا هتجيبيه وتشطفيه وتصفيه خالص من الميه اللي هو البرام، يعني ينشف، وبعد كده تحطه على النار يسخن. وبعد كده غسلت الرز وحطيته في البرام، وانا كنت معايا سمنه بلدي برضو، حطيت سيحت حته كده في الاول، ودي قشطه، دي وش اللبن. تمام، انا لما اجيب لبن احوشها وكده. تمام، وكنت موريكم برضو اللبن، كان فيه قطع كده، دي برضو كانت وش اللبن ده كويس، اللي هو كامل الدسم، فهو هتلاقي الوش بتاعه فيه قشطه كده يعني، وحلو. تمام، فانا حطيت الرز وحطيت معاه رشه فلفل اسود وملح وقشطه وقلبته، وبعد كده حطينا اللبن، وبعد كده هنحط تاني قشطه على الوش وسمنه بلدي. تمام، وطبعا في ناس ممكن تزود شوربه مع اللبن، بس وفي ناس ممكن تحط لبن كامل، بس انا بحب احط شويه ميه، يعني مثلا احط كوبايتين كده ميه على اللتر اللبن، على حسب الكميه اللي انت هتعمليها. تمام، وبعد كده يعني بس لازم لو هتحطي كوبايه رز تبقى تحطي كوبايتين لبن. ماشي، عشان انت ما تحطيه في البوتاجاز، او يعني بص انت ما تحطيه في الفرن، هتولع الشوايه. بص انا مولع الشوايه ومولع من تحت ومعلياه عشان يعمل وش، وبعد ما يعمل الوش هنروح نطفي اللي من فوق خالص، وبعد كده نروح مهدين برضو من تحت، ونهدي من تحت، وبعد كده نسيبه يستوي. اللي جناه لسه عايز كتير، ممكن تغطي البريم او الطاجن. تمام، وبعد كده بص هو كان حمر الارانب، منحمرها في سمنه بلدي، لازم تحمرها في سمنه بلدي. الارانب معروفه لازم سمنه بلدي، بتبقى خطيره. وبعد ما حمرتها هعمل ملوخيه برضو، طبعا شوربه الارانب،
وهعمل التومة في طبعا طاسة. هتقولي شكلها مش عاطفه كده، بس ده مكان السمنة البلدي اتحروجت شوية من التحمير، بس ما فيش مشكلة. هتعملي فيها برضو التوم، وحطيت عليها شوية كزبرة. عايزة اقول لكم خطيرة بجد، جربوها ان شاء الله هتعجبكم جدا. فانا عملت معاكم النهارده طاجن معمر او رز معمر، وملوخيه بالارانب وارانب. وبصوا بجد خطير خطير يعني. الطاجن ده خفيف، ويعني طعمه كده بجد رهيب. يعني الكوبايه الميه دي بحس ان هي متظبط اللبن، وان انا محط له قشطه كتير وسمنه وكده، فما تخليه مظبوط. يعني ما تخليكيش الرز يبقى كده تاكليه، ما تقدرش تاكليه من ان هو دسم قوي، لكن كوبايه اللبن دي متظبط الدنيا. بصوا بقى الرز والله بجد كان خطير من فلفل كده، ويعني كأنك انت يعني مش عاملاه. بصي يعني انا عاملاه في الفرن اللي هو مظبوط على الشعر يعني. وان شاء الله الفيديو يعجبكم. سلام.